تعالوا بقى اقول لكم على 4 تكات تطلع معاكي المكرونه الاسباجيتي بالصلصه بتاعتها زي بتاعه المطاعم والفنادق واللي بناكلها بره في اي مكان. اول حاجه معانا نواه البصل وثوم، ومعايا ملح وفلفل مكعب مرقه، ومعلقه صلصه طماطم، ومعايا زبده وزيت، او لو معايا معلقه سمنه او ماده دهنيه واحده حتى لو زيت بس، ومعايا نواه الميه اللي هنسلق فيها المكرونه الاسباجيتي بتاعتنا، ومعانا عصير طماطم مضروب ومتصفي كويس قوي من القشره بتاعته. يا اما هنضرب الطماطم ونصفيها، يا اما هنقشر الطماطم وبعد كده نضربها، المهم ما يكونش فيها قشر طماطم. اول حاجه قشر الطماطم بيتعب وبيعمل عسر هضمي، وتاني حاجه بتبقى اخف لما بنشيل منها قشره الطماطم. وانا من الناس اللي بتفضل ان الصلصه تبقى خفيفه، ما تضايقش، وكمان ما تجيش حاجه في بقي وانا باكل تضايقني وقت الاكل. عندي نوت بقى معلقه الزيت وشويه الزبده اللي حطيتهم دول، حمرت فيهم البصل بتاعي والثوم، يا دوبك شوحتهم، يا دوبك بقى لونهم ابيض، يعني دبلوا بس حاجه بسيطه. في فرق ما بين ان هم يدبلوا وما بين ان هم يتحرقوا. لو حاجه فيهم اتحرقت ادت لون بني بتمرر الصلصه خالص، فنخلي بالنا عشان في حاجه يعني تكه بسيطه ما بين ان احنا ان يا دوبك نخليهم يتشوحوا كده حاجه بسيطه ويتبلوا، وما بين ان هم يتحرقوا فيمرروا لك الصلصه. وبعد كده بنزل عليهم بصلصه الطماطم وعصير الطماطم بتاعنا. عايزين تستخدموا كله عصير طماطم مفيش مشكله، عايزين تستخدموا بس صلصه طماطم اللي هي البيتي البيور اللي نازله جديد دي اللي هي البيوريه مفيش برضو مشكله، بيبقى طعمها حلو. عندي نوت بقى المكرونه ما بسلقهاش 100%، بدام هستخدمها في وايت صوص او في صلصه بسلقها يا دوبك 80% بس عشان تكمل سواها، وان هي تتشرب يعني وتكمل سواها في الصلصه بتاعتي. بعد بقى كمان ما حسيت ان الصلصه اتسبكت وفصلت عن بعضها، كمان برجع اصفيها تاني من البصل نخليها كده صلصه صافيه اكنها يعني حاجه عصير طماطم معصور صافي ما فيهوش اي حاجه تكلكع او تضايق حد في بقه، وهو دوت اللي بيتقدم في المطاعم والكافيهات. بصوا بقى المكرونه هنا كانت بيضه، سبتها يا دوبك 10 دقايق على نار هاديه خالص. بصوا بقى ابتدت المكرونه لونها يتغير، ابتدت تتشرب عصير الطماطم بتاعنا، وفي نفس الوقت ما تعجنش وما تشبكش في بعضها لان هي مغسوله كويس، وكمان داخله في السوا، يعني مش محتاجه ان هي تكمل سواها ولا اي حاجه خالص، غير ان هي بس يا دوبك تتشرب العصير فتستوي، ما تعجنش. في فرق ما بين ان هي تعجن وما بين ان هي تستوي. وتاني حاجه برضو مهمه في موضوع الصلصه ده، ان احنا ما نحطهاش في الصلصه غير قبل الاكل على طول، لان احنا لما نحط المكرونه من بدري بتنشي وبتخلي الصلصه تعجن، وبتحس ان انت بتاكلي كده المكرونه لازقه في بعضها ومكلكعه. انما هنا بصي مكرونايه بمكرونتها. الناس بقى اللي بتحب الشطه ممكن تحط مثلا معلقه شطه، معلقه فلفل احمر، شويه فلفل اخضر، شويه زيتون، بيدي طعم حلو برده وريحه جميله قوي في الاكل. جربوها مع بانيه او بوفتيك او كفته، او مثلا حتى لو بطاطس محمره بس مفيش اي مشكله. تابعوني وجربوها وبألف هنا وشفا، واعملوا بس الاربع تكات اللي قلت لكم عليهم دول. المكرونه ما تبقاش مسلوقه 100%، البصل والطماطم ما يتحرقوش يا دوبك بس يتبلوا، وكمان نصفي عصير الطماطم كويس قوي من القشر، وكمان نصفي الصلصه نفسها من البصل والثوم، او نضربهم بس يعني في الغالب ممكن يمرروا معانا. الناس اللي بتحب تحط معلقه سكر مفيش اي مشكله، جربوها وبألف هنا وشفا.